خاصمين وما كنهضروش، قلت ندير السباب العيد ونهضر معاه، وفكرت مع راسي علاش لي ما يهدرش هو اللي ديما كيهضر الأول، ضروري في هاد النهار غادي تفكرني، وعلاش هو زعما غادي يكون نساني باش يتفكرني حتى اليوم. وبقيت كنتسنى واخا غير يصوني ويقطع، ساعة والو، كل دقيقة كنشوف التليفون دابا يصوني دابا يعيط، دابا يصوني دابا يعيط، عييت نتسنى وقلت صافي خليها تجي من عندي هاد المرة، أنا اللي غادي نعيط. داكشي اللي درت، جبت التليفون وبديت كنصوني، كل صونيت كيدوز قلبي كيتزير، كنقول في خاطري عندك ما يجاوبنيش، وكنجاوب راسي لا ما يمكنش ما يجاوبنيش. تخاصمنا بزاف ديال المرات ديما كنرجعو، التليفون قطع وما جاوبش، قلت يمكن ما سمعوش ولا كيدير شي حاجة. نتسنى شوية غير غادي يشوفني معيطة غادي يصوني ليا، تسنيت بزاف وليت متوترة كتر وكتر، قلت ياك ما هاد المرة قصحتها بزاف. تفكرت شحال كنت أنانية معاه، تفكرت أنو شحال من مرة خليتو كيبكي، تفكرت شحال من مرة عصبتو، تفكرت شحال من مرة كنت كنهدو بالفراق. تخنقت، أول مرة نحس براسي موحشاه بزاف، موحشاه بهاد الطريقة. ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي كنصوني ليه مرة أخرى، والو ما كيجاوبنيش. ناري ياك ما صافي هذه هي النهاية. تخربقت ما عرفت ما ندير، قلت نكتب ليه ميساج نطلب منه السماحة، أكيد غادي يسامح ليا حيت أصلا ديما كيسمح ليا. وأنا كنكتب له ميساج وصلني ميساج من عنده، قلبي طار بالفرحة حتى كنتصدم بشنو كاتب ليا في الميساج. صراحة عمري تخيلت يوصل هاد النهار اللي يبرد من جهتي وما يتأثرش بيا الفراق ديالنا كيف المرات اللي قبل. حتى أنا عمري تفكرت يجي النهار اللي نخسرو فيه، كنت ديما ضامنة الحب ديالو ليا، وفين ما كان كيوقع بيناتنا مشكل واخا كنكون أنا السبب، هو اللي كيهضر معايا وكيلطف الجو بيناتنا. أنا ديما مقصحة راسي وعزيزة عليا نفسي، ومع راسي ديما كنقول واخا نغلط بحقو ولا نقلقو ميمكنش يبعد عليا حيت كيبغيني وكيموت عليا. عمري درت حساب أنو نقدر بهاد الشي نوصلو للبرود من جهتي ويمشي في مرة، حتى تصدمت صدمة عمري ملي شفت الميساج وحسيت بقلبي تسير. عاد فهمت ملي مهما تنازل الشخص على حقه وعلى الكبرياء ديالو وكرامتو، إلا بغا يجي النهار اللي غادي يقصح فيه ما غادي تبقى تأثر فيه حتى حاجة ولا تهمو حتى حاجة من غير راحتو وكرامتو. فهمت بلي في كل جرح خليتو فيه كيتسامح ليا بسهولة كيجمع القوة ديالو لهاد النهار. ونسيت أنه في كل مرة كان كيسامحني كيموت فيها شي حاجة بشوية بشوية من الداخل ديالو، والنهار تفكر يمشي ما غيعاودش يشوف فيا مرة أخرى، حيت غنكون قتلت فيه كاع الأحاسيس الزوينة بسبب أنانيتي. الحاصل ما فيه ملي تخاصم مع الإنسان اللي كتبغي ما تسناش حتى تجي شي مناسبة عاد تصالح معاه، ديك الساعة نوصيفط له ميساج ولا صوني ليه وحاول تصالحو وتلطفوا الأمور بيناتكم.